السلام عليكم. السلام عليكم. اسمكم ونرحب بالاستاذ عادل فهد الشرشاب عضو مجلس النواب من العراق ورئيس اللجنه التربويه والداعم والمشرف على هاي الحمله. فاهلا وسهلا. شلونكم زينين ان شاء الله؟ شو اليوم ولد بنت خلنا حروفه وخذنا بيبلاد ومثل مع الصبوره بقوي الحروف يعني الحمد لله كنا صبغه وكتاب على الصبوره. وحاليا كتابه الدرس بالدفتر قدامي حتى كتابه. كلكم عندكم دفاتر؟ عفوا كتب؟ انا جاي لاحظ قسم البنياتنا صغار، يعني ليش ما يروح عند المدرسه؟ لان يقولون احنا ما هيك لا العمر شنو؟ عمر دون 15 هي هاي من 15 صعوده. نعم 15. يقول الاهل ما يتفقون. انا سالت نفس السؤال. ليش يكونون مثلا انا عندي ليش طفله يكونون صغيره هنا يعني ما يكونون تجي المدرسه؟ هنا تجي ويا امها اصلا. لا هي اذا جو 15 يعني يظل التعليم النظام المصرح اسمح لي استاذ انا سالت يقولون احنا هنا اجي ويا امي اجي ويا خالتي اجي ويا عمتي. اكو بين من الزوجات تجي ويا عجوزها. هنا انا واحد ما يقبلوننا. يعني بس احنا ما يخالف احنا نوفر فرصه للجميع. بس احنا انا وجهتني والله هم يعني بنات اهم مسؤول من عندنا، احنا هم نريد مصلحتكم، يعني ما احنا مو جايين ناخذ اوامر او كذا، لا احنا جايين هنا كنا بخدمتكم من مدير التنميه والاشراف للجميع، كنا جايين بخدمتكم فنريدكم تتعلمون القراءه والكتابه، لامهاتنا نريد نتعلم عن القراءه والكتابه ويقرا القران برمضان ونروح عند الطبيب يقران وهكذا. البناتنا الصغار انا اوصل الامهات يعني لازم تخلون يرحل المدرسه، مدرسه علم ونور، ما يصير هيك يعني. عمك تصير طبيبه وتصير مدرسه وتصير معلمه وتصير مهندسه، فشلون يصير هيك؟ فانا اللي ارجوه وصيتي لكم انتم مرحب بكم هنا، لكن وصيتي لكم انا على امهاتنا والاباء بالنسبه لبناتنا الصغار لا يظلمونهم، قد يكون احد بناتنا هي الان ما تعي المسؤوليه ما تقدر الوضع، بس لا مستقبلا هاي تصير مشكله، ما اريدها توصل للمستقبل وقلنا عليها اميه وقلنا عليها ما تقرا وتكتب، لا نريدها هي تروح المدرسه حتى تصير مركز اشعاع ونور بالعائله. مثل ما البنات البات يدخلون بهم الجنه وخدمتهم نحن نكون خدمه ابهاتهم وامهاتهم بالتعليم والقراءه ويصيرن حبابات وطالبات جيدات شاطرات، وانا هذه نصيحتي للجميع. الاستاذ ابو عمار اقل من 15 احنا ما نقبل اقل من 15، بس ربما تجي كمستمعه فقط هذا الجانب. احنا نقول لكم هذا بيكم كلكم، نعم، لكن هم سمعوا نصيحه من عندكم. نعم. احنا هم بنات هذول هم حريصين عليهم، يعني هسه هذول اولادكم قاوا كل الجمعه يدرسوا لكم شنو غير يدرسوا لكم في سبيل خدمتكم، فهم يعطوا لكم نصيحه. فبالنسبه لامهاتنا وصيتي كابن لكم كاخ تروني بناتنا لا تخلون يضرون،